في غابة جميلة بعيدة خالص، مليانة أشجار وزهور وعصافير. كانت في أرنوبة صغيرة اسمها ليلى. كانت بتحب اللعب وبتحب تساعد الكل، وكانت دايماً بتقول الحقيقة. وفي يوم من الأيام جه الثعلب فرفور. كان بيحب اللعب والمقالب، بس عنده عادة وحشة، كان دايماً بيكذب. فرفور جري على ليلى وهو بيزعق: ليلى، ليلى، في نمر ضخم بيجري على الغابة. ليلى خافت وجرت بسرعة على بيتها، بس الحقيقة مفيش نمر خالص، كانت كدبة. تاني يوم فرفور واقف تحت شجرة وقال بصوت عالي: في عسل بينزل من فوق، تعالوا بسرعة. الحيوانات جم بسرعة بس ما لقوش حاجة. فرفور ضحك وهم مشيوا زعلانين وفقدوا الثقة فيه. وفي ليلة تانية فرفور جري بسرعة وقال: في نار في الغابة، لازم نهرب. بس ليلى والحيوانات بصوله وقالوا بهدوء: لا يا فرفور، مش هنصدقك تاني. محدش صدق فرفور حتى لما كان بيقول الحقيقة. قعد لوحده زعلان وساعده القنفذ يطفي النار الصغيرة. فرفور واقف قدام الحيوانات وقال لهم: أنا آسف يا صحابي، كنت بكذب كتير، بس أوعدكم من النهاردة هكون دايما صادق. وفهم فرفور إن الصدق بيخلي الناس تحبك وتثق فيك، لكن الكذب بيخلي الناس تبعد عنك حتى لو كنت بتقول الحقيقة. الصدق يا أصحابي هو طريق الثقة، والكذب طريق الندم.